البصمه او الفينجر برينت بقت سمه اساسيه في الموبايلات الجديده. تقريبا مفيش موبايل مهم بينزل الا ولازم يجي ببصمه دلوقتي. ومن احسن الموبايلات اللي جربناها وعجبنا ادائها كان اوبو F1S اللي يعتبر من اسرع البصمات اللي جربناها. علشان كده فكرنا ان احنا نقارنه موبايل تاني وهو موبايل سامسونج جالاكسي S7 Edge. خليكم معانا. خلونا نتكلم الاول عن عدد الفينجر برينتس اللي ممكن ندخلهم على موبايل جالاكسي S7 Edge، وهم 4 فينجر برينتس. اما بالنسبه لموبايل اوبو F1S فبيتيح لنا ان احنا ندخل لحد 5 بصمات على التليفون، وبرضه بنضطر ان احنا ندوس على الزرار علشان يفتح في حاله ان احنا قافلين اللوك سكرين. بالنسبه لسرعه الفتح تعالوا نشوف اي موبايل في الاثنين هيفتح اسرع. لما جربنا التليفونين لاحظنا ان سرعه فتح تليفون اوبو F1S تقريبا ضعف سرعه تليفون جالاكسي S7 Edge. الفينجر برينت سنسور الخاص بجالاكسي S7 Edge بيتيح لنا ان احنا نعمل 3 حاجات من خلاله. اولهم هي الويب ساين ان، ودي بتتيح لنا ان احنا بعد ما بنفعلها من هنا لما بنيجي ندخل على اي اكونت لينا سواء على الجيميل او فيسبوك او اي برنامج تاني بنحتاج ان احنا ندخل الباسورد اول مره بس، وبعد كده بندوس ساين ان. فالبراوزر بيسالنا هل انتوا عايزين بعد كده تعملوا ساين ان من خلال الفينجر برينت سنسور؟ بنقول له اه. ودي ميزه مهمه بتخلينا ان احنا ما نضطرش ندخل الباسورد كل مره بندخل بيها على الاكونت بتاعنا، ولكن لازم ان احنا نكون داخلين من البراوزر بتاع سامسونج مش من جوجل كروم او اي براوزر تاني. وتاني ميزه بيقدمها لنا الفينجر برينت سنسور الخاص بجالاكسي S7 Edge هي ان احنا ناكد الهويه بتاعتنا واحنا داخلين على سامسونج اكونت بتاعنا. اما تالت حاجه بيتيحها لنا هي طبعا ان احنا نعمل لوك وانلوك للتليفون عن طريق الفينجر برينت سنسور. من الخصائص اللي بيتيحها لنا الفينجر برينت سنسور في تليفون اوبو F1S ان احنا بعد ما دخلنا اي بصمه من البصمات بتاعتنا نخصص اي واحده فيهم لحاجه من الاثنين. يعني ان احنا نخصصها ان احنا نتصل بشخص معين او نخصصها ان احنا نفتح ابلكيشن معين. تعالوا كده نجرب ان احنا نخصصها الابلكيشن وليكن مثلا المسجات، وهنا هنسميها بدل فينجر 1 هنسميها مسجز، وبعد كده ندوس على سيف. هنشوف لو احنا حتى قافلين التليفون وانس ان احنا بندوس على الفينجر برينت سنسور بيدخل لنا على المسجات على طول. من الخواص الثانيه الموجوده هي الاب انكريبشن، ودي بعد ما بنفعلها بيطلب مننا ان احنا ندخل الباترن. بعد ما بنفعل الاب انكريبشن من تحت بندخل على الليست بتاعه الاب انكريبشن وبنختار ايه هي الابلكيشنز اللي احنا عايزينها تكون مقفوله ما تتفتحش غير لما ندخل البصمه بتاعتنا. احنا هنا مختارين الماسنجر، تعالوا نختار معاه مثلا الكروم. بعد كده لو جينا نفتح الماسنجر هنلاقي ان هو بيطلب مننا ان احنا ندخل الباترن او ندخل الفينجر برينت. وانس ان احنا بندخل الفينجر برينت بيفتح لنا الماسنجر عادي جدا. اما ثالث واخر خاصيه موجوده في الفينجر برينت سنسور هي الفايل سيف، ودي ان احنا بنحط طبعا بيطلب مننا برضه الباترن علشان يضمن الخصوصيه بتاعه التليفون. الفايل سيف هي ان احنا بنحط في مكان عندنا اسمه الفايل سيف او الخزنه بتاعه التليفون، ودي بنحط عليها كل الملفات او الفيديوهات او اي نوع من انواع الفايلات الموجوده عندنا على التليفون في مكان واحد اسمه الفايل سيف. وممكن نزود عليها من هنا ان احنا ندوس اد فايل ونختار اي فايل احنا عايزينه. وبعد كده الفايل سيف دي بتكون موجوده مع الفايلز. لو جينا نفتح الفايلز من هنا هنلاقي موجود تحت حاجه اسمها الفايل سيف. علشان نفتحها برضه لازم ندخل الفينجر برينت سنسور زي ما احنا شايفين. اول ما بنحط صباعنا على الفينجر برينت سنسور بيفتح الفايل سيف، ودي بتتيح لنا ان احنا نحط ملفات معينه في المكان ده بحيث ما حدش يقدر يوصل لها غيرنا. دي كانت مقارنه للفينجر برينت سنسور الخاص باوبو F1S مع الفينجر برينت سنسور الخاص بجالاكسي S7 Edge. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات ثانيه تابعونا على موقعنا reviewzat.com وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.